يلا نحضر بيتزا دجاج مع الصلصة الحارة، طعمها كتير طيب، وإذا جربتوها رح تعتمدوها. يلا نبدأ. العجينة بحتاج كوبين مي، ملعقة خميرة، ملعقتين سكر، وربع كوب زيت نباتي، 6 أكواب طحين، وملعقتين من الحليب البودرة، وملعقة ملح. بعجن المكونات مع بعضها لمدة 10 دقايق حتى أحصل على عجينة ناعمة وطرية، وبتركها ترتاح على جنب. لتحضير الدجاج بمقلاية على النار بضيف ملعقتين زيت نباتي، 300 غرام من صدور الدجاج المقطعة، وبتركها تاخد وش من تحت، وبعدها ببدأ بالتقليب. بضيف لها الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة، بابريكا والأوريجانو، وبقلبهم مع بعض وبتركهم على النار ليستوي الدجاج. وهيك صاروا جاهزين. وهلأ بعد ما اختمرت العجينة بقسمها ل4 أقسام، بفرد قطعة منهم وبنقلها على صينية مجهزة بورق الزبدة، بضيف صوص البيتزا وبعدها جبنة الموزاريلا، وبنزل قطع الدجاج، بضيف الصلصة الحارة، وبعدها بضيف الفلفل الأخضر وبصل شرائح، وبرجع بضيف شوية موزاريلا، وعلى الوش ملعقتين زيت زيتون، وعلى الفرن. وهيك بعد ما طلعتها من الفرن ريحتها وطعمتها ولا أطيب. لازم تجربوها، وصحتين وهنا.